تمرين الانكلاين دمبل بنش بريس واحد من احسن التمارين لما يتعلق الامر بالبناء العضلي وضخامه الصدر العالي. في الفيديو ده هنشرح الاداء الصحيح بدايه من الاناتومي والبايوميكانيك، علم التشريح وعلم الحركه، وتجنب الاخطاء من اول ما تمسك الدمبل لحد ما تخلص. عايزك تصلي على النبي ونبدا بالتشريح. عضلات الصدر مكونه من عضلتين مهمين جدا. اول عضله معايا وهي العضله الكبرى بيكتالس ميجر، تمتد من تحت الابط الى الكولر بون والى اسفل الصدر مرورا باللور تشيست الى عظمه الاسترنيوم تشيست بون. عضله الصدر الكبرى بنقسمها لحاجه اسمها كلافيكولار هيد وهي الجزء العالي من الصدر المتصل بعظمه الكلافيكال بون، والجزء الثاني هو سترنوكوستال المتصل بعظمه الاسترنيوم تشيست. الجزء الثالث وهو ابدومينال هيد والمتصل باسفل القفص الصدري اللي هو ريب كيج. الصدر كله وتر عضله الصدر كلها متصله بعظمه الذراع وهي هيومرس بون. بعد كده نخش على العضله المهمه جدا وهي بيكتالس ماينور، عضله الصدر الصغرى على شكل مثلث بتمتد من تحت الابط مرورا بالاضلاع العلويه للقفص الصدري 3RD و4TH و5TH مع كاركويد بروسيس اوف ذا سكابولا. نخش بقى على المين فانكشن او حركات الصدر المهمه جدا عشان نحدد التمرين بتاعنا بيها. اول حركه معايا وهي internal adduction، تاني حركه معايا وهي horizontal adduction، تالت حركه closer to the midline of the body of sagittal plane، اخر حاجه معايا وهو rotation of the arm. طب ليه بنحدد الكلام ده؟ عشان تبقى فاهم التمرين بطريقه صحيحه ونتبع الفايبرز وفقا للابحاث واخر دراسات انك تروح مع الفايبرز بتاع العضله. go with the fiber my friend. التمرين بتاعنا بيستهدف الابر تشيست او زي ما قلت لك في التشريح clavicular head، وعلشان كده نبدا باول حاجه وهي زاويه البنش زي ما عودتك. نبدا بزاويه البنج ونقول في دراسه سنه 2020 بدا يقيسوا فاعليه البنج على الصدر العالي من زاويه 15 30 45 و60، فكانت افضل زاويه من 30 ل 45. اعلى من كده بيشغل الكتف اكتر من الصدر العالي. بعد بتشيل الدمبل بلاش وانت قاعد علشان ده غلط على ظهرك خصوصا لو وزن تقيل، فقوم وشيل الدمبل من على الارض وكيب ذا رايت بوستشر. بعد كده هنبدا تعمل السكابولا بالشكل ده زي ما عودتك في كل تمارين الصدر. هتضم السكابولا لورا وبعدين تنزلها لتحت وتنام على البنج بالشكل ده. بعد كده تخلي الكوع بتاعك سلايد بند، يعني ما تخلوش مفروض للاخر او متني قوي. بعد كده وانت نازل بلاش تنزل في النص كده عشان النص عدة ديت مش هتفرق معاك وملهاش اي لازمه، فحاول تجيب المدى الحركي كامل. لو الوزن تقيل خف وبلاش الايجو ليفت. ما تنزلش للاخر قوي خالص زي ما اشوف معظم الناس هي بتحاول تجيب المدى الحركي كامل وتعمل حاجه اسمها ماكسيمم ستريتش، فبلاش تعمل ده عشان انت بتدخل كتفك في مرحله اسمها دينجرس زون ممكن يؤدي للاصابه مع الوقت. خلي بالك بلاش تنزل للاخر اكتر من اللازم. بعد كده تركايه من عندي، اعمل 3 ثواني باز، يعني وقف الدمبل بتاعك 3 ثواني علشان ده بيفيدك جدا وبيخلي فيه ماكسمايز للعضله. بعد كده خلي الكوع بتاعك تاجد يعني قريب من جسمك زاويه 45 علشان تقدر تحافظ على المدى الحركي الكامل وتقدر تستهدف عضله الصدر. وكمان الوضع ده امن جدا للكتف اكتر من الناس اللي هي بتخلي كوعها لبره، فده بيأذي مفصل الكتف، فبلاش تعمل الحركه ديت وخلي الكوع بتاعك تاجد. علشان كده دايما بفضل الدمبل لانك بتقدر تعمل الحركه دي رقم واحد. تاني حاجه ان انت بتقدر تنفذ هورزونتال موف، ان انت بتقدر تضم الدمبل، ودي حركه مهمه جدا زي ما شرحتها لك في اول الفيديو. قلت لك ان من اول الحركات بتاعه الصدر هي هورزونتال موف، فانت بتقدر تعمل الحركه دي بالدمبل عكس البار. فعشان كده دايما بقول لك ان الدمبل احسن من البار لانك بتقدر تعمل حاجات مهمه جدا مش هتقدر تعملها بالبار. بعد كده تركات بسرعه كده، بلاش تخبط الدمبل في بعض، بلاش تتني الساعد لورا، وبلاش وانت طالع تحرك كتفك وتزق بكتفك عشان ده بيؤدي لاصابه. واهم حاجه وانت نازل حط دمبل على رجلك وقوم اقف ونزل الدمبل، ما تحطش الدمبل وانت قاعد على البنش عشان بيؤدي لاصابه لاسفل الظهر. وفي نهايه الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي وتعمل شير بنيه نفع الغير ولايك وكومنت، مش خساره في